عملنا جهد كبير جدا في التعليم ومستمرين فيه، وعملنا جهد كبير جدا في الجامعات ومستمرين فيها لما أضفنا الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة ذات مستوى معين. بس كان مهم قوي إن احنا نحاول نعمل تجربة أخرى موازية لده من خلال الأكاديمية هنا. الأصل في الموضوع إن الأكاديمية دي أكاديمية عسكرية، كل الدارسين اللي فيها عسكريين، يعني طلبة في الغالب يعني من الشباب يعني. فقلنا طيب هاتوا المتخصصين، واحنا عملنا كده مع الطلبة بالمناسبة. يعني من 10 سنين احنا جبنا المتخصصين من علماء الاجتماع والنفس عشان يقولوا لنا خريطة طريق توصف الواقع ثم توصف أنسب أسلوب لإعداد إنسان. وكان الإنسان ده بينطبق على الكلية أو في الوقت اللي كانت الكلية الحربية. أنا بحكي الحكاية ديت لأن أنا سعيد جدا النهاردة، مش بس إن أنا بشوف الأسر اللي موجودة، لا، من اللي أنا بسمعه. في أهالي طلبت مننا من 3 سنين إن احنا يبقى في عندنا فرصة في كلية الطب العسكري إن احنا ندخل أبنائهم وبناتهم، بس ما كناش مرتبين نفسنا كويس لده، فرتبناه. فقلنا ناخد دفعة السنة دي موجودة معانا النهاردة. فترة الإعداد والتحول اللي إن شئتم تسموها كده بتاخد 3 شهور، احنا بنعملها 3 شهور. طيب، ففريق أشرف كنا بنكلم، فبيقول لي طب الطلبة والطالبات المدنيين هنعمل معاهم ايه؟ هنخليهم ينزلوا اجازاتهم عادية، كفاية ان هم هيقعدوا الاسبوع. فقلت له انا متهيألي ان هم مش هيبقوا سعداء بالطريقة ديت، هم عايزين ياخدوا التجربة كاملة. وانا بكلمكم النهاردة وهم موجودين معانا، الشباب دول والشابات دول بقالهم دلوقتي يعني خلاص هم هينزلوا على يعني هيبقوا كملوا ال 89 يوم على 27 رمضان. يعني قعدوا 3 شهور معانا، ولاد او شباب وشابات موجودين مدنيين هم جايين يتعلموا وكده.